رسميا الاهلي بيفوز على نادي زد بنتيجة 2-1. سجل الهدف الاول محمود كهربا، وسجل الهدف الثاني احمد عبد القادر. الاهلي في المركز الاول برصيد 84 نقطة، والاهلي بيكمل سلسلة انتصاراته في الدوري. وعلشان كل الناس اللي بتسأل الاهلي هيستلم درع الدوري في مباراة ايه، الاهلي هيستلم درع الدوري في مباراة مودرن سبورت الجاية اللي هتتلعب يوم السبت 17/8 الساعة 9 على استاد القاهرة الدولي. الأهلي بيصل للفوز ال21 على التوالي، ودي نجاح كبير جدا النادي الأهلي بيعمله، لأن مفيش أي فرق من فرق العالم فازت 21 مرة على التوالي. ومارسيل كولر بيعمل نجاح كبير جدا مع النادي الأهلي، وكمان مارسيل كولر عدى المدرب الكبير مانويل جوزيه في عدد الفوز. يعني مانويل جوزيه فاز في 17 ماتش مع النادي الأهلي على التوالي، مارسيل كولر بيفوز ال 21 ماتش على التوالي. يعني نجاح كبير مارسيل كولر بيعمله مع النادي الاهلي. بس انا جاي اتكلم النهارده